سنعود بإذن الله. عدنا بحمد الله. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. عدنا بعد الفاصل مرة تانية مع شاعرنا الجميل نصر علي ومع جوائزه التي لا تنتهي تقريبا بثرائه وبكفاحه. دلوقتي احنا اتكلمنا عن سنة 2001، في 2002 و2005 بالنسبة للتربية والتعليم أنا احتكرت تقريبا المركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية في خلال ال10 سنين الأخيرة. 10 سنوات 10 سنوات افتكر المركز الأول متتالية ما شاء الله. فهم دلوقتي مخليني مسؤول الأدب والثقافة في كان نوع المسابقة كان إيه؟ مسابقة التربية المسرحية. عندنا في توجيه اسمه التربية المسرحية، بيعمل مسابقة مسرح وأدب عموما يعني، بس اسمه تربية مسرحية وفن. فأنا بكتب الأغنيات والمسرحيات، فكل مدرسة بتدخل بفقرة، فاحنا بناخد الحمد لله ما شاء الله مركز أول 10 سنين. زائد أنا خدت جايزة في القناة الثامنة، كانت بتعمل برنامج دي أنا طبعا بعتز بيها جدا الجائزة دي. برنامج اسمه دوري القناة الثامنة، كان دوري ما بين المراكز، مركز مثلا أخميم ودار السلام مع بعض فاحنا يعني الحمد لله أنا خدت المركز الأول مرتين، مرة في التواشيح ومرة في الشعر. نقلتنا نقلة جميلة جدا للتواشيح، وخصوصا ان احنا عرفنا ان انت حضرتك دارس عروض. تمام. فبتكتب الوان الشعر العامية والفصحى والاغنية. تمام. طيب دور التواشيح او موضوع التواشيح ابتدى معاك ازاي؟ والله انا يعني اصدقائي صوتك حلو، فيعني ممكن وبرضه الغناء والاذن الموسيقيه ساعدني كتير في الشعر برضه. اكيد طبعا. الايقاع نفسه بالظبط، الايقاع خلاني ما اتعبش في وزن القصيده، لان انا بقولها مغناها. فده كان دور. طب مبدئيا عايز اسمع منك، احنا عرفنا انك في ديوان تحت الطبع يا فندم اسمه حلم الغلابه. حلم الغلابه. تمام. طب احنا عايزين يكون لنا الثقة في ان احنا نسمع قصيده الديوان. قصيده الديوان. هختار قصيده حلم الغلابه. تمام. حلم الغلابه طار لفوق، والشوق بيشلع في الحلوق، بجناح منبت في الوهن. حلم الغلابة بيتعجن بالوهم مع حبة شجن، وبيتقلب زيت الزمن. حلم الغلابة بيترسم فوق بحر تلج ويبتسم، تطلع عليه شمس الوطن. حلم الغلابة بيتخنق من قبل حتى ما يتخلق، وبيتفرم من غير مكان. حلم الغلابة مركبة ومكركبة متركبة زي الجمل من غير رسم، بلعها بحر في ليل ظلم. يا ريت ما كانش في يوم حلم، والصرخة حلم بتندفن. حلم الغلابة سلسلة متسلسلة ضم الخلا، واخداه لبحر من الحزن. شقيان جعان عريان يخاف، طب حتى يلقى لقمة حاف علشان يقاوم في المحن. في الصيف بيحلم بالشتاء، في البرد يحلم بالدفى، طول عمره يحلم بالسكن. حلم الغلابة تاه في بير، والبير غويط جواه أسير. مين اللي يقدر على المحن؟ لملم جناحك وانكسر، يلا انتشر بين البشر لحسن تروح من غير تمن. حلم الغلابة كان فتات، ولما عمر الحلم فات اتسرق منه الزمن. اندفن حلم الغلابة لما مات أرنب في غابة، بس مات ملقيش كفن. بس مات ملقيش كفن. ملقيش كفن. الله. ده حضرتك بتكتب باللغة الصعيدية طبعا، مأثرة معاك طبعا برغم احتكاكك المستمر. بالظبط. دور الفيسبوك كان معاك ايه؟ دي نقلة كانت الحقيقة، يعني عرفتني بالناس. احنا كنا برضو زي ما قلت لحضرتك في البداية مجتمع مقفول. انا يعني بالنسبة للانترنت والفيسبوك كان ليه الفضل مثلا ان اكون هنا. يعني حضرتك انا عرفتك وتعرفت عليك وعلى القناه وعلى البرنامج بتاع حضرتك من خلال الفيسبوك وصفحه حضرتك. ما اتشرف بصداقتك. الله يخليك يا فندم، وانت صديق عزيز. فده كان النقله، يعني انا جيت التلفزيون وجيت والصحافه. الفيسبوك غير نظام، شال نظام. بالظبط، شال نظام. وده بينقلنا لسؤال مهم جدا. انت تفاعلت مع الثوره ازاي في 25 يناير والاحداث المسبيرو والفتنه الطائفيه واحداث المتلاحقه كده؟ طبعا. انت كشاعر ليك وجهه نظرك ايه؟ يعني انا يعني كنت دايما بكتب كل اللي كتبته من ساعه بدايه الثوره. خوفي على مصر، بحب مصر، يا مصر انتبهي. يعني
طب نسمع قصيده تكون بتحبها وقريبه منك كده، تكون شارحه وعكسه مشاعرك. بالظبط كده. يعني انا هختار بحبك يا بلدي. بحبك يا بلدي. اسمع، دي يمكن اخر حاجه يعني حديثه. بحبك زي نخله تتمايل ولا تطاطي، الله، وحتى لو رموكي بالرصاص الحي او حتى مطاطي. الله. يا نخلة مزروعة في حضن التاريخ على النيل، طول ما انت عالية سيبك من الواطي. بحبك زي طير عشش على اولاده بجناح سنابل ذهب والطرح في معاده. لو التاريخ محتاج لنورك نور الصحبة، اصل التاريخ ابتدى عندك وبملاده. بحبك نسمة نادية فوق جبال الصبر، ضحكة وصداها يمحي نار الغدر. يا سوسنة خضرة ونضرة وعافية، أنا كل ما امش وافتش بلقاكي في كل حرف وسطر. بحبك زي مدنى طرحها تكبير، وأذان ياخدنا من صغير لكبير. يا أم الغلابة يا طيبة وطهرة، ما تفرقيش بين الوزير والغفير. بحبك زي زغروتة لبنوتة في حنتها، مالي عينيها الخجل وعارفة سكتها، ومسلسل الخوف حبساه في زنزانة، وعمران الليالي مع صفو ضحكتها. بحبك زي صرخة صيد كما المدفع، دول مش ولادك اللي خانك اللي عاش يرتع. مهما بدلوا الوشوش بتريهم، اصل السماح للخسيس عمره ما ينفع. بحبك شمس طوبة مش رياح امشير، بحبك خير بقونة وزقزقة عصافير. يا صفصافة على الترع عاضلها شاهد، ودافن تحت طينه الاف زعابير. بحبك ومش عارف بحبك ليه، بحبك يا واخداني في قلب التيه. بحبك وانت مش عارفة ومش دارية، بحبك موت يا أسراني يا بنت الايه. بحبك يا نسر. يا أسراني يا بنت الايه. جميل، جميل جدا. بداية افتتاحيتك للقصيدة بتفكرني بمربعات الواو. يا فندم. بداية المفتتح للقصيدة ولا أنا أخطأت في لا تمام تمام. بتفكرني بمربعات الواو تمام. وبتحسسني إنك ليك باع برضه في مربعات الواو. أنا كتبت المربعات. احنا عارفين إن مربعات الواو نوعين. بالظبط. في الواو في ليه رواده وموجودين في الصعيد. تمام. ففي الواو المقفول، تمام، اللي هو عايز شرح يعني. وفي الواو المفتوح المفهوم. أنا مش بفضل يعني ما اقدرش اقول بفضل، لان الواو المقفول ده فن رائع وليه رواده. انا ما اقدرش اكتب، ما عنديش المقدره ان اكتب المربع المقفول، فانا بكتب الواو المفتوحه البسيطه اللي هي كلمه. ده تواضع منك طبعا بعد ثرائك اللغوي وقوتك اللغويه بصراحه. الله يخليك. بس كده نسمع منك حاجه من شعر الواو. يا فندم. يعني انا تعبيرك انت انسان متواضع جدا يا استاذ نصر. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. في بعض الرباعيات بقول نختصر بس عشان الوقت. اول ما نبدي نوحد مولانا يدي ببساطة، بعدين هنمدح نبينا علشانه الفرع طاطة. الراجل الزين لقيه، اما الخسيس ما يسوي شيء، هو التوب المرقع هتنفع فيه الخياطة. اوعاك تصاحب منافق ياخد منك ما يدي، وانجار زمانك شويه هيروح لغيرك بيدي. وانا اللي صاحبي لقيته لما المنافق هجرني، عمل حساب للمودة وعمره ما رد يدي. انا اللي كنت شباب صافي كما المية، ياللي انت رامي الشبك تصطاد بالنية. شبك شباكك شبك عالفاضي والمليان، العيب مكان في الشبك ده الركع النية. ده يعني نموذج يعني من وتقسيمتك في مقاطع الواو بتحسسني بنبض الشعر الغنائي. فندم. ده واضح جدا في الايقاع بتاعك. فندم. بتنقلني معاك ببراعتك في اللغه من سؤال للتاني. لان انت اللي بتطلع انتاجك الادبي بصراحه ثري بصراحه يعني. فده ايقاع الاغنيه بيخليني ارجع لنقطه التواشيح. ولازم نسمع منك حاجه
اكيد هتكون لها ايقاعها برضو المميز. ان شاء الله. ربنا يعني يستر ونقدر نأدي حاجه كده بأمر الله. طبعا انا بحب الادعيه بتاعت عبد الحليم حافظ كلها، وحتى بقولها في افتتاحات الندوات ساعات. يا رب يا رب سبحانك يا رب أدعوك يا سامع دعايا يا عالي يا عالي فوق كل غاية يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية يا رب اجعلني كلمة تصحي الناس وتهديها، اجعلني رحمة تمس جراح وتشفيها، اجعلني بسمة تهني قلوب وترضيها، اجعلني همة لكل عزيمة تحييها يا رب. الله. حضرتك متنوع المواهب وفي نفس الوقت محافظ على الإطار الشعري بتاعك. طب دلوقتي حضرتك بالنسبة لمربعات الواو وبالنسبة للشعر العامية وبالنسبة للتواشيح احنا استعرضناها مع السادة المشاهدين. فاضل نقطة مهمة جدا هي شعر الفصحى. يعني انا طبعا بكتب الفصحى من قبل، يعني التجربة الأولانية كانت فصحى. بعد كده انتقلت للشعب، كتبت جميل جدا، بس برضو عايزين نسمع منك شعر الفصحى يعني لو كان امكن نستعرض مع بعض. مفيش فايده، مش هقدر اهرب يعني. لا ما ينفعش تهرب طبعا. ولو كان عبرت عن الثوره او الشعر الوطني او كده بالفصحى. لا انا يعني اخترت ابيات كده حاجه يعني انا بحبها، اسمها دفاتر اشيائي. دفاتر اشيائي. تمام، اتفضل. قلبت دفاتر أشيائي فوجدتك قمر الأشياء، أجلستك حولي ثانية أتذكر عهد النبلاء، حدثني شيء في نفسي، شيء من ندم وبكاء، ولسان الحال يراودني أن أحذو حذو الشعراء، فوجدت كياني يتبعثر بين الأوراق الصفراء، يا زمنا عاد يراودني ويفجر ذكرى التعساء، أمل قد فات وقد ولى وتوارى بين الأشلاء، عفوا لك عذري أشيائي عذرا مكفولا بعزاء. الله. شاعرنا الجميل، أكيد في كلمة عايز تقولها للشباب سواء كان في الصعيد خاصة أو سواء لشباب مصر عامة. الكلمة دي بتعبر عن اللي جواك وعن إحساسك وعن قلقك. يا ريت في دقيقة كده في عجالة إيه اللي أنت بتتمناه؟ أنا بتمنى إنه للشباب لتوعيتهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وادانا الثورة العظيمة دي، حافظوا على البلد، حافظ على نفسك يا ابني، الأيام اللي جاية هتكون أفضل لكم إن شاء الله. إن شاء الله. من ضمن صوتنا لصوتك ومن ضمن صوتنا لصوت كل القلوب في مصر للشباب إنها تحافظ على البلد، تحافظ على الحلم اللي قدرنا نحققه وما تضيعوش.
شاعرنا الجميل لينا لقاء تاني بعد طبع ديوانك ان شاء الله. حلم الغلابه، بإذن الله. واللي احنا انفردنا بيه بقصيده الهد بتاعتك. ان شاء الله. ايوه. ولينا لقاء تاني مثمر، لان لسه في حاجات كتير ومواضيع كتير هنتكلم فيها ان شاء الله. يعني انا بس في قصيده صغيره يا ريت اختم بيها بس. طب اتفضل، ونلتقي بيكم مع حلقه تانية اعزائي، هيبقى اخر حاجه خدت القصيده مع استاذ ناصر. اتفضل. دي قصيده بعنوان متلخبط. بقول: متلخبط ايوه بخبط في الجغرافيا وفي الكلمات، ولقيتني بتوه في الدنيا وراجع تاني الاتجاهات. الغرب دخل في الشرق وتاه الشرق ومش بلاقيه، والشرق اتلون غرب وجاي الغرب عشان يمحيه. وفتحت الدش بدور يمكن الاقي الشرق يا خال، وقلبت عدلت طلعت نزلت وشفت اللي ما يتقال. دي محطة وفيها اغاني ومش عجباني الاغنيات، فساتين مكسوسة بنات مرصوصة، فين الاخلاق يا بنات؟ والتانية كمان والتالتة لحد 100 وقلت خلاص. ولقيت الشرق بريحة الغرب في قدمه لحد الراس، وقفلت الدش دخلت العش ونمت ومش نعسان. فكرت وقلت ارجع وادخل للخرطة وللازمان. دي خريطة فاكرها عبيطة بس العيب مش في المكتوب، وماسكها واقلب فيها بلاقي كل عدل مقلوب. الطول بقى عرض وعرض الارض اتزل كمان وتهان. تخريف وخريف ولا شتاء ولا صيف مش عارف اي زمان. متصدع قوي متوجع بس بدل ما هروح ببلاش قررت اني اكون جاهل ولا اقول لك انا هتاش. شكرا. الله عليك. اعزائنا المشاهدين، اظن مفيش اجمل من كده ان احنا نختم بيها حلقتنا، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم نجوم الادب برعايه قناه الهلال، وان شاء الله مع شاعر جديد. أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حرى سكوب وألوم